بدري عشان ألحق أروح أنام قبل ما تسافر. صباح الخير. صحيت بدري. صباح الخير. صحيت بدري عشان ألحق أروح أنام قبل ما تسافر. زبدة فيني نوم بس لازم أقوم. أكره الصوت يذكرني بالجامعة. ولبست عشان أشوف حالي بريح وجهي من الميك اب. ما أبغى ميك اب، خلاص أبي أرتاح كذا شوي، أرتاح أريح وجهي. حطيت من مسكرة نكس، حطيت جلوس وخلاص يكفي لليوم. واليوم أي أحد يشوفني يبي يصور معي يقدر وضعي إنه أنا مهبط صور، يقدر إنه أنا لا كاشخة ولا متمكيجة ولا اللي يخلق فلاشات ولا اللي يخلق تصوير، بس أحبكم يعني بصور عادي. والله على طاري التصوير، أوقات أكون مبهدلة طالعة عيني وأكون بالسوق مستعجلة وأكياس وحالتي حالة، يجي أحد يقول ممكن أصور. أدري إن الصورة بتطلع شينة وأدري إنها بتنتشر الصورة وكل من بيتكلم، بس ما أقدر أقول لا. طيب يعني أي صورة تشوفوها منتشرة في السوشيال ميديا شكلي مبهدل فيها، قدر وضعي إنه أكيد كنت إنسانة مستعجلة وقتها. ريحة حنان قالت لي تعالي عندي، بروح أسلم عليها. نشوف الزوج حنان وش جايب، تشوكلت وداخله تباسكو، تخيلوا طعمه احس يلوع الكبد. انتي وش ذقتيه؟ يلوع الكبد والله العظيم. وعازبه لا شوفوا من كثر ما هو خاق عليه قاعد يصوره. حنان لا تروحي، ما ابغى تروح. وش تصيح. والله صراحة انبسطت بشوفتها وزين، والله جابوا لي اياها نكس ما قصروا صراحة. طالبتها بالاسم، قلت تكفون ابغى حنان ابغى حنان. حبيبتي تعال حنان، توصلين بالسلامة ان شاء الله، اشوفك على خير وان شاء الله ان شاء الله يا رب يجمعني فيكي باقرب فرصة ان شاء الله. وسلمي لي على الكويت وجيبي لي اكل المرة الجاية. حنان طبعا كانت وعدتني تحط لي ميك اب بس للاسف ما ساعدنا الوقت. ولا البرامج وعدتني مختلفة جدا يعني. ايوه وعدتني انه المرة الجاية بتحط لي ميك اب ان كان لو جت امريكا مرة ثانية ولا انا لو جيت الكويت ان شاء الله ضروري. بس لازم انامل حنان ترجع تمسك وجهي يا رب لازم كذا تلعب وجهي كذا. كنت هقيني وهقي حبيبي. تصلون بالسلامة ان شاء الله واشوفك على خير. والله يطلع وجهك حنان، شدي رحالك خلاص. كتبت على الاليفيتر حنان الحين كل الناس بيشوفونها فضيحة بقلها. بنشوفك على خير ان شاء الله. شوف السيارة وش كبرها، عفش عرب. والله مع السلامة مع السلامة مع السلامة. ما ابغى تروح بخطفها والله، اخطفك اذا زوجك ما بيبلغ علي اخطفك والله. باي، احبك يا عمري بتصيح. باي. نضف عفشي شنو اللي اياها الحين عشان اغير الاوتيل وبس. والله اكره لحظة الوداع، اكره اودع احد، خاصة لما يكون احد مرة احبه واموت فيه زي حنونة. ورجعت الاوتيلي وحياتي الطبيعية، انام متى ما انام واقوم متى ما اقوم. اروح السوق الحين اشتري لي شنطة لأن الوضع إنه شنطتي ما كفت وأمس دقاق بين الشنط والباقي ما كفى حطيته بكيسة. فهذا بروح أشوف صحباتي، أخيرا صار عندي وقت إني أشوف صحباتي فيه. المهم أنا ما أدري بتثاوب ولا كح، ما عرفت. شفتوا الكلاب؟ كيوت يا رب يصير بيتي كذا بالمستقبل وأفتح الباب كذا ويطلعون ويهجمون علي كذا. اشتقت لشناقلي أبغى أشوفهم. الزبدة خليني الحين أقوم آكل، بدأ أروح السوق، بدأ أشوف صحباتي. معدتي قاعدة تعصر عصارة الهضم حاليا وقاعدة تتقطع.
يسألوني عن الكلاب وين أحطهم، أوتيلات كلاب والله مكثر الأوتيلات، أحطهم وخلاص ناس تهتم فيهم وتلبسهم وتأكلهم وتشربهم وتنومهم وكل شيء في الحياة. كل شوي أدق أطمن أشوف شو أخبارهم، في أحد تعبان، في أحد مو راضي ياكل، في أحد زعلان، في أحد في شيء، يعني أشوف أخبارهم. رايكم بهذه الشنطة؟ حبيتها من دولتشي، جديدة منزلينها، كيوت. عاد أنا ما عندي أبيض ناقصني. شوفوا هذا الكفر، عائلة سعيدة تسوي حياة أفضل. في هذا بعد يضحكون. شو رايكم فيه؟ اخذه؟ احمر ما عجبني، البينكي احلى. اي ولا لا؟ حلو ولا لا؟ اخر قرار اخذه ولا لا؟ شوف شكله لما امسكه مثلا جوالي كني ماسكه جوالي اطقطق فيه. ها قرروا اي ولا لا؟ شوفوا هذه الكاميرات الموجودة، ما أحب الأشياء المزكرشة بزيادة صراحة، يعني أحس هذا أكيت واحد. شوفوا لو صورت فيه كذا شكلي اقتنعت فيه، شكلي هاخذ. قعدت براسي على الخبر، ناس تقول لي إيه حلو وناس تقول لي لا، فما خليته، جلست أشوف أفكر بالموضوع وأجي أخذه بكرة. أتوقع أبي صنفه. إيه لقيت عروسة قاعدة تتمشى بالروديو درايف، حتى بستان الأرسوق لحول. شيء آكل أتوقع باكل إننا الله. شوفوا لاين السيارات على إن أند أوت، عز الله ما كليت اليوم. أخيرا وصلت لأكلي، الزبدة من الجوع قاعدة أسعبل من الريحة، عرفتوا خلاص شام الريحة ودي كذا أمسك الصحن كذا وآكل، عرفتوا الشام. في واحدة راسلت لي تهاوش، خواتي عندهم اختبارات وما قاعدين يذاكرون وما غير ينظرون سناباتك بالجوال، استحالة وجهك. ايش دخلني اذا هم ما يذاكرون؟ ما فهمت من كلامها ايش المطلوب مني، اني مثلا اوقف تصوير سنابات لين خواتي يخلصون اختبارات مثلا يعني، ولا ايش بالضبط؟ ايه ده؟ على فين هتروح مني يا حبيبي؟ والله يا ساوي ظروفنا صعبة، ظروفنا صعبة، وابوي توفى ومات الله يرحمه. انا يا سعد يعني ابوي توفى مع ابوه. ايوه يعني باباك متوفى، سبحان الله.
والله يا استاذ يعني حتى امي ميته، الله يرحمها، كلنا متوفين. يعني قصة يا استاذ، كلنا ايتام. الله يرحمنا. والضغط على زر اشتراك وزر الجرس المجاور لزر الاشتراك من أجل التوصل بالجديد فور رفعه.